السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نحضر احلى فطار. فطارنا النهارده للناس الرايقة اللي ما بتحبش الشاي والكيك او الشاي بلبن وسندوتش الجبنة او المعجنات، ملهاش خالص في الكلام ده. بتحب تفطر بقى الفطار اللي هو الجميل، الفول والطعمية والبطاطس والبتنجان والجرجير، وتحبس بكوباية الشاي. يلا نعمل لهم احلى سندوتش واحلى كوباية شاي. بس ما تنسيش اللايك على الفيديو قبل ما نبتدي، واشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معايا بتنجانتين كده، الحجم اللي انتوا شايفينه ده، الحجم ده حلو جدا. نقيها طريه مش ناشفه، وتكون بتلمع كده ومسحوبه كده زي ما انت شايفه، بتلاقيها من جوه بيضه وما فيهاش بذر، وطعمها حلو جدا. حتى لو انت عايزه تاكليها نيه كده جنب اي اكل بتبقى طعمها حلو جدا. عايزه اقول لكم ان احنا دلوقتي في موسم البتنجان، اللي هو البتنجان الشتوي ده، جميل قوي، ما بيشربش زيت، بيبقى طري ولونه ابيض كده من جوه، وطعمه كمان مختلف خالص عن البتنجان اللي بيبقى في الصيف. بيبقى طعمه تحسه فيه مرارة كده شوية، وكمان بيشرب زيت كتير جدا وبيبقى طعمه مش حلو. لكن البتنجان دلوقتي طعمه تحفة جدا، حتى لو عايزة تاكليه ني بيبقى طعمه حلو جدا. فخدي بالك وانتي بتنقي البتنجان، نقيها طرية مش ناشفة، وتكون فيها سحبة كده، وتكون البتنجانة بتلمع كده قدامك. قطعتهم دواير كده سميكة زي ما انتوا شايفين. بقطعها سميكة عشان ما تتحرقش او تنشف مني وانا بقليها، واجي اكل بتنجان كده الاقيه طعمه حلو. بعد كده هاخد كل دايره اعمل لها خطوط كده بالسكينه من فوق بالطول وبالعرض، عشان لما اتبل البتنجان التتبيله تدخل جوه البتنجانه كده وتشرب منها، ويبقى طعمها حلو بعد ما تتقلي، ما تبقاش دلعه او ملهاش طعم معايا. خدت بقى البتنجان بتاعي غسلته، وبعدين جبته وجبت بقى طبق كده فيه معلقتين من زيت الزيتون، بيديله طعم حلو جدا. لو ما عندكيش زيت زيتون يبقى زيت عادي، بس زيت الزيتون بيخلي طعمه تحفه. حطيت فيه معلقتين كبار من زيت الزيتون، احط لهم بقى شويه شطه، لو مش بتحبي الشطه حطي بابريكا، هتديكي لون وطعم حلو برضه. وبعد كده معلقه صغيره من الملح المبهر، اللي هو عباره عن ملح وكل البهارات، فلفل وكمون وكزبره وشطه وورق لورا وحبهان وقرنفل، في يعني في توابل كتير جدا، بيدينا لاي اكله طعم حلو جدا. حطيت بقى معلقه الملح المبهر وشويه الشطه كده على زيت الزيتون، قلبتهم كويس جدا. بعد كده جبت صينيه احط بقى فيها البتنجان، وبالفرشه او حتى بمعلقه صغيره حطي بقى شويه من التتبيله دي على كل بتنجانه، هتدخل بقى في الفتحات اللي احنا عملناها دي، ويبقى طعمها حلو جدا. رصي بقى البتنجان كده فوق بعضه، وهنسيبه 10 دقايق كده يتبل كويس، وبعدين نرجع نقليه مع بعض. بعد ما سبته بقى 10 دقايق كده عشان يتبل كويس، طاسة على النار حطيت فيها معلقتين كبار بس من الزيت، ما تحطيش زيت كتير، احنا مش عايزين نقليه، احنا مش عايزينه بتنجان مقلي، احنا عايزينه بتنجان يعني مش هنقول مشوي، يعني شبه مشوي، مش مقلي في زيت كتير. وبيبقى مقرمش كده وطعمه حلو، واخد لون جميل جدا لما بيتقلي في شوية زيت كده صغيرين زي اللي انتوا شايفينهم دول. هنرص بقى البتنجان ونفضل نقلبه على الناحيتين، والناحية اللي مش مدهونة كويس بالفرشة ندهنها وهي في الطاسة. هفضل اقلب فيه كده على الناحيتين لحد ما ياخد لون معايا ذهبي حلو كده. انا مش هغمقه، مش عايزاه يعني يطلع من الطاسه لونه غامق. كل ما تطلعي البتنجان فاتح بيديكي طعم احلى، بتحسي بطعم البتنجان كده وانت بتاكلي. كمان التتبيله اللي احنا عملناها له دي بزيت الزيتون مدياله طعم وريحه قويه جدا وهو بيتقلي. الناس اللي بتحب البتنجان لو جربت الطريقه دي مش هتبطل تعملها، لانها طعم البتنجان فعلا حلو جدا. التتبيله مدياله طعم، كمان طريقه القلي دي مدياله طعم حلو جدا. مش شارب زيت، مش طري، هنطلعه من الطاسه كده وهو ناشف ومقرمش، وطعمه حلو جدا. هنطلعه طبعا على مناديل مطبخ عشان يصفي لي اي زيت زياده فيه، ونيجي نحطه بقى في الساندوتش، ما يبقاش الساندوتش كده مليان زيت او ينقط او يبهدل اللي بياكله. هخلص كل كميه البتنجان نفس الطريقه، وبعدين نرجع نشوف هنعمل الساندوتش بتاعنا. خلصت بقى قلي البتنجان وشيلته بقى من على المنديل بتاع المطبخ، حطيته في الطبق بتاع التقديم ده. بصوا بقى البتنجان واخد لون حلو جدا، مقرمش، مش طري، مش شارب زيت، طعمه تحفه وريحته احلى من التتبيله اللي احنا عملناها. انا وريته لكم اهو من قريب، مش شارب زيت خالص ولا نقطه زيت فيه، طعمه حلو جدا. تقدروا بقى تاكلوه كده، تعملوه بقى فطار في غدا في عشاء جنب اي اكله، هيحلي الاكل لانه طعمه تحفه. هنحط عليه بقى شويه سلطه طحينه، طحينه خام، حطينا عليها ليمون وخل وملح وفلفل وكمون وكزبره وفص ثوم مفروم وميه سخنه، وقلبناها كويس جدا لحد ما تاخد القوام ده. هتحطي بقى على البتنجان وكلي بقى بألف هنا وشفا. احلى وصفه البتنجان هي دي. تعالوا بقى نشوف هنعمل السندوتش الجامد ده بتاعنا ازاي. هنجيب العيش البلدي بقى الحلو بتاعنا ده ابو رده، وهنطبقه كده زي المركب، مش هنقطعه نصين. وملي بقى بتنجان، يعني البتنجان الاساسي في السندوتش بتاعنا، حطي بتنجان كتير. عايزه تزودي طحينه جوه السندوتش زودي. بعد كده نحط عليه شويه بطاطس بقى متحمره حلوه كده وسخنه طبعا لسه معموله، بس انا مرضتش اطول عليكم الفيديو. وجنبها شويه جرجير، وهتاكلي احلى سندوتش في الدنيا وهتدعيلي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا.
وطبعا بعد السندوتش الجامد ده محتاجين كوباية شاي كده نحبس بيها بعد الفطار، ونبقى كده الحمد لله فطرنا واتبسطنا. فطار سهل وبسيط طعمه حلو جدا، للناس اللي بتحب البتنجان جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا بإذن الله. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير لو على صفحاتكم عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بإذن الله. واسيبكم في حفظ الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة. تنسوش تكتبوا لي كومنت وقولوا لي ايه رأيكم في البتنجان بتاعي النهارده.